أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا إخوانا، البلد دي خلاص، الخرطوم خلاص قربت. هو زي ما سامعين كلنا الناس زي البرهان حلاهم، وإن شاء الله ربنا يحلهم كمان من السودان، ودخلهم كمان في غايبة الإرهاب. يعني انتهوا محليا وانتهوا دوليا، واي زول طبعا بيتعامل معاهم بعد تاني تعامل بيكون هو ارهابي. يعني اي واحد تاني في السوشيال ميديا يكتب يعني المهم الواحد، الناس دي تاني تعمل حسابها، ما يتعاملوا مع الدعم السريع او يعني في اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي يعمل لهم سبورت. فلو عملوا فيك شكوى انت بتكون في مشكله كبيره. وده القرارات بتاعت البرهان وقرارات بتاعت امريكا. وإن شاء الله كمان الحركات المسلحة دي برضو الموضوع ده يجي في موضوع الحركات المسلحة دي، عشان ما كل واحد يمشي يعمل له جيش ويجيب سلاح ويقعد يعمل. والمسلسل بتاع حميتي ده ما يتكرر تاني مع الحركات المسلحة. كان في جبال النوبة، ولا كان في دارفور، ولا كان في الشمال، ولا كان في الشرق. ما في حاجة اسمها حركة مسلحة تانية. فجيش واحد وشرطة للأمن الداخلي. وإن شاء الله الموضوع ده خلاص يوقع ينتهي، وكلنا شايفين الموضوع ده لما ينتهي بعد ده صناديق بس، صناديق والكفاءة. وبعد ده كمان الناس يعني إن شاء الله ناس شافت أخذت درس. ناس مشت أجرت في الأغاليم بيت شعبي بمليار، والناس بيوت اتكسرت، ناس الخرطوم. يعني إن شاء الله القلوب تتصافى والناس تجي راجعة والبيت مكسور. والمهم يعني الناس تتشايل. يعني كلكم شفتوا المعاناة اللي عانوها الناس، اللي عانيتوها انتوا لما طلعتوا برا في الأقاليم. خلي برا السودان، في مصر ولا في تشاد ولا في أثيوبيا ولا كان في جنوب السودان. فالناس تتكاتف لحد ما يعني البلد دي تتبني تاني، وإن شاء الله حتتبني وحتكون أحسن من الأول. وأهم شيء الإنسان بناء الإنسان أهم من بناء البيوت. الناس يعني تتصافى. فالسودان فيها حاجات، الحرب الجادي لحاجات كتيرة جدا جدا. في السودان الناس بقت الواحد بيمشي لشيخ ويكتبوا بتاعه ويعملوا مشاكل في البيوت ومشاكل بين الناس فطبعا ده كفر، يعني شرك بالله. من أتى عرافا أو كاهنا فقد أشرك بما أنزل على محمد. الحاجات دي بقت كتيرة شديد في السودان. الناس الله الواحد بيخاف يمشي يشرب له عصير من حتة فالحاجات دي كلها يا اخوانا، الحاجات دي كلها الناس تخليها. وعشان كده ربنا رسل لنا الحرب ورسل لنا الجنجويد ورسل لنا الحياة اللي حصلت دي. الناس تتصافى والناس ترجع زي ما كانت في السبعينات. ناس الجيران بتعارفوا، الجيران أهل. ما في حاجة ده اسمه من الشمال ولا من الغرب ولا من الشرق ولا المهم يا ناس، البلد دي خلاص الحمد لله أمورها ماشية تمام التمام. ويديكم ألف عافية.